احلى طريقه تنفع معانا لعمايل البط في المناسبات. لون وطعم مفيش احسن من كده، شايفين لونه عامل ازاي؟ واللون في الطبيعه كمان احسن من كده كمان. ولكن اهم حاجه نغسله غسله كويسه، وعشان نعمل له المنقوع بتاعه هنبدا باول حاجه حله ونملى من نصها من ميه، وعليها معلقتين من السكر كبار، وعليهم معلقه كبيره من الملح. وبعد كده هنضيف حوالي نص كوبايه من الخل. وبعد كده اهم حاجه ندوب ده كله كويس. بعد ما ندوب ده هنحتاج معانا ليمون وورق لورا، معانا ليمونتين، هنبدأ نعصر الليمون بتاعنا وبعد كده نسيبه في قلب المحلول بتاعنا. وبعد كده هننزل بثلاث اربع ورقات من الورق اللورا. بعد كده هنحتاج لو عندنا برتقان في البيت، البرتقان حلو جدا للزفارة. هنحتاج معانا برتقالة، هنحاول نعصرها كويس. وبعد ما نعصر البرتقالة ننزلها في قلب المية بالشكل ده، نقطعها قطع كده ونحطها في قلب المية. ندوب برضو ده كله كويس كده. وبعد كده هنبدأ ننزل بالبط بتاعنا، هنسيبه تقريبا حوالي نص ساعة، وبعد كده نغسله غسلة كويسة ونصفيه. وهنبدأ بعد كده الوصفة بتاعتنا. بعد ما نكون غسلناه غسلة كويسة من جوه ومن بره، أهم حاجة ننضفه كويس، بحيث كل ما ينضف معانا كويس كل ما هيدينا طعم مظبوط. هتكون اختفت منه طبعا الزفارة كويس، فهيدينا الطعم الايه المظبوط. هنا بعد ما جهز معانا البط بتاعنا وصفيناه في المصفى، هنبدأ ننزل بثلاث معالق من السمنة. طبعا هنسيب السمنة بتاعتنا تسيح. وبعد ما تسيح السمنة بتاعتنا هننزل ببصلتين متقطعين قطع صغيرة. هنبدأ نشوح البصل بتاعنا لغاية لما يديني اللون الذهبي الفاتح كده على نار متوسطة، ونبدأ نقلب. وهنا بعد ما قلبناه طبعا كويس واداني اللون ده، هنبدأ ننزل بالبهارات الصحيحة اللي هي ليمون وورق لورا وحبهان وقرفة خشب. وبعد كده هنبدأ ننزل بالثوم المهروس، خمس ست فصوص من الثوم المهروس. وده فلفل حار مفروم، تقريبا قرنين فلفل من الفلفل الحار المفروم. واللي عنده طبعا هريسة عربية أو هريسة تونسية يستغنى عنها. واللي ما عندوش ممكن يفرم قرنين من الفلفل الحار، ويفضل الفلفل الحار يكون لونه أحمر مش أخضر. وهنا هننزل عليها باتنين من الجزر. بعد كده هنحتاج معانا البهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة من الحبهان، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة من الفلفل الأبيض، وهنا نص معلقة من الكاري. وده أفضل بهارات تطلع معانا في البط، بتطلع روعة. هنا هنقلبها كده مع بعضها في البصل مع السمنة، بحيث إن هي تطلع الروايح اللي فيها روعة. ريحة الروايح طالعة منها روعة. هنا بعد كده هناخد البط بتاعنا اللي احنا غسلناه وصفيناه كويس، شايفين شكله عامل ازاي بعد النظافة؟ وش نظافة ما حصلش. هنا هنبدأ ننزل بيه في الحلة، وأهم حاجة إن إحنا نسيبه في الحلة تقريبا حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، نص ساعة بالكتير، بحيث إن هو من غير ولا نقطة مية، بحيث إن هي تنزل منه العصارة بتاعته. وفي نفس الوقت يدينا طعم كويس في الآخر للشوربة والمرقة اللي هتطلع منها، لأن الشوربة اللي هتطلع منها هنعمل بها رز. هنا هنبدأ نغطي عليه ونسيبه يتشوح معانا كويس من الجنبين، من الجنب ده ربع ساعة ومن الجنب ده ربع ساعة، وبعد كده نفتح عليه. هنا طبعا بعد ما شوحناه من الجنبين، شايفين العصارة اللي نزلت منه. هنبدأ طبعًا نضيف المَيّة، ولكن إحنا طبعًا مش هنكتر مَيّة، لإن طبعًا زي ما قُلنا لكم المَيّة هنعمل بيها رز. هنضيف مَيّة تقريبًا حوالي لترين من المَيّة. وبعد ما نضيف المَيّة طبعًا وناخد البَط هنطلّعها هنصفّيه، وبعد كده ناخد المَيّة هنعمل بيها الرز بتاعنا. البَط ده طريقته يا جماعة روعة، روعة، ولكن إحنا أهم حاجة ما نحطّلوش مَيّة كتير، لإن كده المرقة مش هنحتاجها في حاجة. هنا هنسيبه بتاع ساعة ونُص ونرجع له تاني. شايفين ما شاء الله استوى باين عليه أصلًا اللحم ساب العضم. من كتر السوا بتاعه هندّي له بس شوية من الملح، تقريبًا حوالي معلقة أو معلقة وربع من الملح، ونغطّي عليه بتاع تقريبًا 5 دقايق يغلي غلوة كده، بحيث إن هي البط يتشرّب معانا الملح بتاعنا، وبعد كده تكون الوصفة بتاعتنا جاهزة. طبعًا إحنا صفّينا البط بعد ما جهز معانا. هنا هنبدأ نقلّب المَيّة بتاعتنا دي كويس، وبعد كده نشوف لو محتاجة مننا ملح أو بهارات أو حاجة. ولو محتاجة مننا إن إحنا ننقّصها شوية مَيّة أو نزوّدها، هنشوف معانا. بسم الله. روعة، روعة، ولا محتاجة مننا أي حاجة. هنا هنبدأ ننزل بالرز بتاعنا اللي هو تقريبًا كيلو من الرز. هنبدأ ننزل بيه هنا في قلب الحلة بتاعتنا، وطبعًا هنسيب النار عالية معانا على الآخر لغاية لمّا يتشرّب مننا المَيّة دي كلّها. وبعد ما يتشرّب مننا المَيّة هنبدأ نهدّي عليه على الآخر. طبعًا عارفين إحنا القصة دي. الرز البسمتي طبعًا بيحتاج مننا من كوباية ونُص لكوبايتين إلا ربع مَيّة، كلّه على حسب نوعية الرز نفسه. وهنا طبعًا هنعمل الدهان بتاعنا اللي هندهن بيه البط. هنحتاج معانا معلقة كبيرة من السمنة، وهنضيف عليها معلقة من العسل، وهنضيف عليها كمان بتاع نُص معلقة كبيرة من الصلصة.
هنقلب طبعا ده كله مع بعضه مع رشة ملح صغيرة مع التقليب المستمر. وطبعا بعد ما نقلبها هنحتاج معانا فرشة وندهن موضوع بتاعنا اللي هو البط. هنا طبعا الرز بتاعنا المية بتاعته نشفت، هنبدأ نهدي عليه ونسيبه يتردد معانا كويس. ندهن البط بتاعنا كله دهان كويس كده. الدهان ده يا جماعة بيطلع في الآخر طعمه روعة، بيدي للبط طبعا طعم كويس ولون أحلى. هنا طبعا بعد ما دهناهم كلهم دهان كويس هنبدأ ممكن نعمل فيه أشكال. لو احنا حابين نعمل فيه أشكال بأي حاجة عندنا، ممكن نعمل شكل مثلا لو بمعلقة أو حاجة، نبدأ نخططه تخطيط كده زي ما انتم شايفين، واحد على اليمين واحد على الشمال، زي اللي بنعمل عضلات بطن للبط بالظبط. شايفين شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده طبعا مع السوا هيظهر معانا الشكل، مش هيبقى واضح قوي لكن هيظهر معانا. هنا هنبص على الرز بتاعنا، ما شاء الله اصلا شكله مفلفل من غير ما نقلب فيه. شايفين مفلفل عامل ازاي؟ لان الميه طبعا بتاعته مظبوطه 100%. هنا هنبدا نطلع بالرز بتاعنا في قلب البوله، الطاسه بتاعتنا اللي هنفرد فيها الرز بتاعنا اللي هنقدم فيه البط. هنفرد الرز كده في البوله كلها. شايفين ما شاء الله البط عامل ازاي؟ مخطط وملون واشكال والوان والدنيا قلصت. المشكله بس الاضاءه هي اللي بتروح وتيجي، لكن شكل البط واضح قدامنا. شايفين عامل ازاي؟ مع شريحتين من البرتقان كده عشان يدوني شكل حلو. فهمتني؟ مفيش مشكله. قطعه من النعناع كمان، عود من النعناع الاخضر كده خليه يخضر ايامنا الخضراء. شايفين البط التشبيحه بتاعته لسه موجوده زي ما هي. شايفين لون البط عامل ازاي؟ تحفه. البط ده ينفع معانا في العزومات، شكل ومنظر وطعم يا جماعة مفيش أروع من كده. شوية مكسرات بقى وندلع الدنيا كده. طبعا ألف هنا وشفا على اللي كل البط مع شريحتين من الليمون. من الليمون أحلى ليمون أحلى بط. شايفين شكل البط عامل إزاي؟ الحمد لله اللي طالع من تحت إيدي من غير ما